السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل متابعيني، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. خبر انتشار وفاة ابنة الفنان العراقي حميد منصور. هنعرف مع بعض الحقيقة. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة ابنة حميد منصور بالسرطان. كان الفنان حميد منصور ظهر من فترة في أحد القنوات وهو يبكي بحرقة بعد إصابة ابنته بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة. حل الفنان العراقي الكبير حميد منصور ضيفا مع الإعلامي ساري حسام، وخلال الحلقة عند سؤال على ابنته ومرضها تأثر بشدة باكيا ونزلت دموعه ليوقف التصوير من شدة ألمه على ابنته المصابة بالسرطان وفي مرحلة متقدمة وهي قيد العلاج، ولم يستطع الحديث عن الموضوع. وبعد انتشار الخبر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تساءل الجميع عن حقيقة الخبر، إشاعة أم حقيقة، لكن بعض الناس قالوا إن الخبر ليس حقيقة وإن هي لسه بتتعالج، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب العالمين. وعن الاعتزال قال الفنان: سأعتزل بعد إحياء حفل في كندا لأنني سأكون قد بلغت 80 من عمري. وعن سر شبابه المتجدد قال: لا أضع شيئا على رأسي، هكذا هي جينات عائلتنا. أما بخصوص أغنية سلامات فقال بأنها منحوسة، وكنت ألبس بدلة خضراء كأني معيدي على حد وصفة. وأغنية يما داركم لما نزلت اليوم سأتحقق ذات النجاح وتكون ترند. أما عن الأصوات الشبابية ورأيه عنهم أجاب سيف نبيل: رسم خطا لنفسه بالرقص والبنات مع الاستعراض. وأصيل هميم: صوت فنانة ابنة فنان وصوتها جميل. رحمة رياض: فنانة جميلة لكنها متأثرة جدا بوالدها وتقلده. محمد السالم: صوت قوي. أما عن النجمة شذى حسون فقال بأنها فنانة وصوت جميل. وعن التكريمات والجوائز قال: قرنت في بلدي والعديد من الدول العربية، وإهداني الرئيس الأسبق سيارتين. وعن الخلاف الطويل مع زميله الفنان حسين نعمة قال بأنه قد اتصل به واعتذر. وهنا نكون وصلنا لحد آخر الفيديو. فضلا اشتراك وتفعيل زر الجرس.